تقريبا ما فيش حد في بدايه كاريره الا وعدى على انه يبقى كول سنتر في فودافون، يا اما قدم فيها ودخل الانترفيو، يا اما كان نفسه اصلا يشتغل هناك. بس خليني اسالك سؤال، انت تجربتك كانت عامله ازاي؟ يعني حاسس ان انت اتقيمت صح، ولا حسيت ان السي في هو اللي اتقيم مش انت؟ طب لو قلت لك ان نظام التعيينات هناك اتغير، هتجرب تقدم تاني؟ على ما تكتب لي الاجابه بتاعتك في الكومنت تعال احكي لك الموضوع. زمان الهايرنج بروسيس كان واضح، كي ووردز او جوب ديسكريبشن، يعني لو شغلك مش مترتب صح على الورق ممكن تضيع حتى لو انت شاطر. بس دلوقتي حصل شيفت كبير جدا، فودافون بدات تستخدم 8 فولد اي اي علشان تدور على حاجه اعمق في السي في، وهي السكيلز المستخبيه. مش بس اشتغلت على ايه، لكن كمان انت بتعرف وبتقدر تعمل ايه. فبقى نفس الشخص اللي كان ممكن يترفض زمان دلوقتي بقى عنده فرصه حقيقيه للقبول. مش بس كده، جوه الشركه نفسها اكتر من 24,000 موظف اتعمل لهم سكيل تيست، والاي اي رسم لكل واحد الكارير باث بتاعه وفرص الانتقال الداخلي وخطط التطوير الحقيقيه. فبدل ما الشركه كانت بتدور على تالنت بره، بدات تكتشف اللي جوه. فالمشكله عمرها ما كانت فيه، المشكله كانت في الطريقه اللي بيتم تقييمك بيها. ها ما قلتليش، لو دخلت الانترفيو دلوقتي بالنظام الجديد تفتكر هتتقبل؟